من بين الاشياء اللي كنظن انك استفدتي منها وانت كتابع مونديال 2026 في امريكا ماشي غير الكره، كاينين بزاف ديال الدروس كاملين لاحظناها وثارت الانتباه ديالنا، واهمها هو مفهوم السياده عند الدول. كيفاش دوله كبيره بحال امريكا كتصرف عند تنظيم الاحداث العالميه. وكما كنعرفوا امريكا هي العراب اللي كتعتبر نفسها من اكبر المدافعين على الحريات الفرديه. منين جات تنظم لنا كاس العالم ما قالتش للعالم راه حنا غادي نبدلوا القوانين ديالنا باش نرضيو الجميع، بالعكس كما شفنا من البدايه فرضات القوانين ديالها والضوابط ديالها والامن ديالها، وكل واحد باغي يدخل لبلادها خاصو يحترمها. وحنا كاملين شفنا الطريقه ديال التعامل ديالها مع بزاف ديال اللعابه في المطارات، وانها ردات حكم دولي من المطار منعت عليه الدخول. وحتى المانيا اللي كانت من اكثر الدول انتقاد لكاس العالم في قطر سنه 2022 والتعامل ديالها اللي كان مليء باعطاء الدروس والاستاذيه للاخرين، شفناها اليوم حاضره الراس للقوانين الامريكيه، وما سمعناش نفس الخطابات ونفس الضجيج ونفس التوصيات اللي كانت تتبين العضلات ديالها فيهم على قطر. وهنا كيتطرح واحد السؤال مهم: الا كانت الدول الكبيره كتشبت بالقوانين ديالها وبالهويه ديالها، علاش بعض المسؤولين عندنا حنايا كيصارعوا باش انهم يقدموا مجموعه ديال التنازلات حتى قبل ما يبدا الحدث عندنا؟ المشكل راه ماشي في استقبال كاس العالم وماشي في التنظيم، بالعكس المغرب معروف عليه الضيافه والكرم، ولكن كاين فرق كبير ما بين حسن الاستقبال وما بين اننا نتخلاو على المرجعيه ديالنا او بالتنازلات على القيم ديالنا باش نجيو قد المقاس ديال الدول الغربيه. المغرب عنده دستور وعنده هويه واضحه وعنده مرجعيه اسلاميه وعنده قيم وثقافه تشكلات عبر قرون طويله اللي نقدروا نصطلحوا عليها بالتمغربيت. وهاد الامور راه ماشي عيب خاصنا نتخلصوا منه باش يرضى علينا الاجنبي، بل هي مصدر ديال القوه وديال التميز ديالنا. والمثير للاستغراب هو ان بعض المسؤولين عندنا بداوا الحديث على تغيير بعض القوانين وتطويعها واعاده النظر فيها، اما من تلقاء انفسهم أو بين قوسين من إملاءات خارجية، وكأن المشكل الحقيقي في المغرب هو القوانين ديالو والهوية ديالو. احنا كنشوفوا دابا في مونديال 2026 واش أمريكا بدلات شي قوانين ديالها، وقطر في 2022 واش بدلات شي قوانين ديالها، ومثلا فرنسا واش كتبدل القوانين ديالها باش ترضي الزوار ديالها والسياح. كاع الدول كيقولوا للعالم مرحبا بكم، ولكن خاصكم تحترموا القوانين ديالنا والهوية ديالنا. وهذا الشيء اللي خاص حتى المغرب يقولوا بثقة، وخاص المسؤولين ديالنا يكونوا مقتنعين به. الوطنيه الحقيقيه ماشي هي نرفعوا الشعارات وفقط، الوطنيه هي ان اول واحد هو المسؤول يكون عنده احترام وثيق للثوابت ديال البلاد، ويكون هو المدافع الاول على الهويه المغربيه، وكيعتبر نفسه انه مؤتمن عليها ماشي مكلف بالتفريط فيها والتنازل عليها او تغييرها باش ان الغرب يرضى علينا. شوف تنظيم مونديال 2030 صراحه فرصه تاريخيه باش نبينوا للعالم ان المغرب الحقيقي مغرب منفتح ومتسامح والناس ديالو ناس الكرم، ولكن كذلك المغرب راه كيعتز بدينه اللي هو الاسلام وبالهويه ديالو وبالخصوصيات ديالو الحضاريه. والاحترام المتبادل راه ما كيجيش من التنازلات، وانما كيجي من وضوح المواقف والثقه بالنفس. واخا نكونوا دوله صغيره ولا دوله كبيره، غنيه ولا فقيره، راه السياده ديال اي دوله ما كتقاسش بحجم الاقتصاد ديالها، راه كتقاس بمدى احترام المسؤولين ديالها لبلادهم والقيم ديالها. نقدروا نقولوا خلاصه الدرس اللي عطاه لنا مونديال 2026 بكل وضوح: الدول الكبيره والمحترمه ما كتدوبش في غيرها، وما كتعتذرش على هويتها، وما كتسبقش الاحداث بتقديم تنازلات باش يرضاو عليها الدول الاخرين، بل كتفتح ابوابها للعالم وهي واقفه ومعتزه بنفسها. لانه اللي ما كيحترمش الهويه ديالو والثوابت ديالو صعيب عليه يفرض الاحترام على الاخرين. والا كان عندنا حلم تنظيم كاس العالم 2030 وخدامين عليه، راه النجاح الحقيقي ماشي غير في بناء الملاعب والبنيات التحتيه، بل كذلك في الحفاظ على الشخصيه المغربيه والمرجعيه الدينيه ديال البلاد اللي هي الاسلام، وفي الثوابت اللي وحدات المغاربه عبر التاريخ. نهاركم مبروك وليلتكم سعيده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.